محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. زي ما انتم شايفين كده هنعمل المحشي النهارده. هنقلب حله المحشي كده زي ما اجدادنا كانوا بيعملوها، ونبدا نغرب بقى الايه المحشي بتاعنا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنعمل مع بعض النهارده الاكله الجميله ديت. اللهم صل على النبي كده زي الفل. يلا حبايبي كده اسمعوا الفيديو للاخر وادعموا هناء باللايك. هنقول لكم شويه نصايح كده عن المحشي الجميل. يلا حبايبي كده اسمعوا الفيديو. يعني بقى هنقول لك على شويه اضافات كده تضيفوهم على المحشي يطلع معاكي في حته تانية خالص. من ناحيه هنوفر الرز، ومن ناحيه هيبقى صحي. هنبشر جزرايه، بصلايه، هنكتر الخضار. اضافه الجزر والبصل والخضار بيقلل كميه الرز معاكي في صباع المحشي، بيبقى كده صحي. ومن الناحيه التانية يبقى انت وفرت في الرز شويه. صباحكم زي الفل زي الورد زي الياسمين. صباح الهنا عليكم، صباح السعاده لقلوبكم حبايبي جميعا. اللهم صل على النبي. كده هنعمل ايه النهارده؟ هنعمل محشي كده جميل. هنعمل لكم شويه محشي كده زي العسل. هنعمل بصل محمر. يلا حبايبي كده اللي اول مره يشوف قناتنا اسمها هناء يفرحنا كده بالاشتراك ويفعل زر الجرس على الكل. اللهم صل على النبي كده. وان عجبكم الفيديو ادعمونا باللايك وتعليق جميل منكم كده، ربنا يفرح قلوبكم يا رب. ايه اللي معانا ديت؟ حطيت حله فيها ميه، نزلت عليها بحبه كمون وحبه ملح. هنبدا نحط الكرنب بتاعنا. وانت بتشتري الكرنبه كده نقي الكرنبه اللي تكون مفخفخه كده وورقها هادي كده وخفيف، عشان ما يبقاش فيها عروق معاك وكده وتبقى مجعلصه كده. نقي الكرنبه اللي ورقها خفيف وتكون في نفس الوقت كده مهويه وانت بتشتريها. جورنا الكرنبه بتاعتنا كده وظبطناها. هنبدا ننزل بقى فين؟ على الميه المغليه اللي احنا ضفنا فيها ضفنا فيها كمون وضفنا فيها حبه ملح. طيب هنقف ساكتين كده؟ لا، ما نقفش ساكتين. نبدا نعمل التخديعه بتاعت المحشي. وانت واقفه كده شغلي دماغك، بدل ما تغيبي طول النهار تسلقي الكرنبه وترجعي تعملي الصلصه، لا شغلي كله اول باول معاك. حطيت الكرنبه اهيت. هنبدا نضرب الطماطم في الكبه والبصل ونبدا نعمل الخلطه مع بعض. اللهم صل على النبي. كده قطعنا البصل. هنبدا بقى كده نقلب الكرنبه بتاعتنا. اللهم صل على النبي. كده زي ما انتم شايفين هنعمل شويه محشي كده عسل. يلا حبايبي كده اسمعوا الفيديو للاخر. حطينا كده معلقتين زيت على معلقه زبده. هننزل كده بالبصلايه. وما تحمريش البصلايه، يا دوب اديها تشويحه بسيطه كده تبقى هاديه معاكي، تبقى بارده كده معاكي ومسكره. وما تخليش المحشي حامي منك. خلي البصله يا دوب مره واتنين كده وانزل عليها بالطماطم، يا دوب تاخد لون ذهبي خفيف كده معاك. يبقى كده معانا الكرنبه بتنسلق ومعانا التغديه بتاعت المحشي شغاله برده معانا. هنجيب طبق بقى كبير نحط فيه ميه، نطلع ورق الكرنب من الميه المغليه للميه البارده على طول. هنبدا كده نطلع ورق الكرنب في ثواني كده. الكرنبه مسلوقه معاكي وجميله ومية مية اهي. حاجه كده معانا عشان الميه سخنه. اللهم صل على النبي. يلا حبايبي كده شطروا نفسكم كده وقوموا من بدري كده في الايام الشتاء القصيره ديت. الشتاء ايام قصيره. قومي بدري كده ظبطي حالك وشوفي ايه اللي وراكي. الليل طويل نامي فيه براحتك، والنهار قصير نبدا نشتغل فيه ونعمل الحاجه كده. خد اليوم من اوله، يوم يبقى كله تفاؤل كده وكله خير وكله بركه. ابداي كده باليوم، ابداي اليوم من اوله. اصحي بدري كده شوفي اللي وراكي وبعد كده خلصي شغلتك وعايزه تنامي نامي. مع ان الليل طويل يعني الليل، اللهم صل على النبي، ليل الشتاء ده بيبقى طويل. فقومي كده من بدري ظبطي حالك وشوفي هتعملي هتطبخي هتظبطي حالك في وبعد كده كده المدارس والناس بتصحى بدري. حطينا كده الطماطم على البصل اهي. الناس كلها كده بتصحى بدري عشان المدارس. فابدأي كده خدي يومك من اوله. هنقطع الورق بطريقه سهله وجميله. اللهم صل على النبي. كده الورق بتاعنا كده شطفناه وظبطناه وخليناه مية مية. امسك كده ورقتين او 3 ورقات عادي خلاص كده معاك اهو. ابداي كده هات العروق على بعضها. الورق ده بينشال اهو. بس الورق بقى كده بقى معانا متساوي كده. ابداي بقى قطعي الورق عشان يبقى كله احجام قد بعضها. هنجيب مصفى بقى، مصفى معانا اهي. خليها هنا كده عشان تبان معانا. ونبدا بقى نقطعيه كده اهو الرول. حاولي كده تخلي الورق كله قد بعضه، بحيث تيجي تعملي تلف صوابع المحشي تلاقي صوابع المحشي كلها قد بعضها. طريقه سهله وبسيطه لتقطيع الكرنب. شيلي العرق بتاع الكرنبه وابداي بقى كده وايمي بقى بنظرك كده. خلي التقطيعات كلها متساويه. هنعمل بعد كده بقى؟ نمسكي بقى ورق في ناس بتسيبه كده وتبدا تاخد منه وهي بتلف. انا بقى بنحب نقطعه كده
عشان وانت بتلف تبقى الورقه سهله معاك، تبداي تشيلها وتعملها على طول. بنقطعها بقى كده زي ما انتم شايفين اهو، ونبدا نحطه برده كده اهو في طبق او في مصفى برده عشان يصفي ميته، يبقى كده جاهز معاك على اللف على طول. بدل ما تقعدي بعد تقطعي وبعدين تلفي، لا جهزي ورقك كله كده نوبه واحده وابداي في الايه في لف المحشي. هنخلص بقى ورق الكرنب اللي معايا كله بالطريقه ديت زي ما انتم شايفين. اللهم صل على النبي كده حبايبي. بعد ما خلصت تسليق الكرنب شطفت الحله اللي كنت سالقه فيها الكرنب، غسلتها كويس، حطيت فيها ميه تغلي على النار. اللهم صل على النبي كده. هنعمل ايه؟ هنسلق بقى بطايتين حلوين كده. هننزل بفلفل ننزل بصلايه، جزرايه، طماطمايه. يا بنتي قلت لك عامله كده ايه حبهان ولوري. الفلفل الاسود معايا. حطينا كده البخور القرنيه بتاع الطيور اللي احنا هنسلقها. هنبدا بقى كده اللهم صل على النبي. ذبحنا بطايتين كده ونضفناهم خليناهم زي الفل. عملنا لهم كده محلول الناجع. محلول الناجع ده اللي هو ايه؟ لوري. قال لوري قال بس يا كرام يا كارما. حطينا كده ايه؟ اللهم صل على النبي. حطيت البوكيه قرنيه بصل وجزر وفلفل وطماطم لوري وحبهان. هنحط قرنفل اللي هو المسمار. اللهم صل على النبي. اول بعد ما نضفتهم انا حطيتهم في ميه الكرنب ونضفتهم وظبطتهم خليتهم زي ما انتم شايفين معايا كده زي الفل. عملت لهم محلول الناجع اللي هو ايه محلول الناجع ده؟ حطيت ملح وخل اللهم صل على النبي. ملح وخل وجنزبيل بودره وليمون، ونجحت فيهم الطيور حوالي ساعه. على ما خلصت كده وظبطت وبدات سقطتهم كده في الحله معاكم اهو. هنسيبهم بقى كده اول ما يغلوا نهدي عليهم النار وسيبهم يستووا منهم ميه منهم ايه فيه. انا حاطه ميه بقى في الكتل. هنزود الحله عشان الميه جت شويه. نبقى كده غسلنا الرز بتاعنا. هنضيف له بقى شويه اضافات كده جميله. اللهم صل على النبي كده. معانا ايه؟ معانا خضار، كميه خضار حلوه كده، كزبره وشبت وبقدونس. اللهم صل على النبي. جزريه كده مبشوره. كتري كميه الخضار في المحشي عشان يبقى صحي معاك. بصلايه كده مبشوره. جربي الخلطه بالجمال ده وتقولي رايك فيه. خلطه صحيه ومية مية. اللهم صل على النبي كده. معايا ملح، فلفل اسود، 7 بهارات، كزبره وكمون، ومعلقه صغيره كده من الشطه. هننزل بالبهارات بتاعتنا. التغذيه بتاعتنا استوت كده وبقت مية مية. هنبدا ننزل كده حبه حبه. تحكمي في الحاجه، ما تخليش الحاجه تتحكم فيك. حطي شويه وقلبي، وعوزتي تاني ايه كملي اضافه. ما عوزتيش تبقى انت ماسكه الحاجه ايه. سمحت المثل اللي بيقول لك تمسكي العصايه من النص اهو كده بقى. تبقى الحاجه في ايديك انت اللي تتحكمي فيه. ابداي قلبي خضارك على الرز على الجزر على البصل المبشور. هتاخدي شويه خلطه محشي كده مية مية وزي الفل. اللهم صل على النبي كده اهو. هنشوف. فلو عايزه بصوا بقى اسيبكم المعلقه دي. بسم الله الرحمن الرحيم. ايوه كده ايدك كده، ايدك اللي هتخليكي تعرفي الحاجه عايزه ولا مش عايزه. كده كده احنا اللي هناخده وايدينا نظيفه وزي الفل اه. نضيف كمان شويه. بسم الله الرحمن الرحيم اهو. يلا ان شاء الله ما حد حوكش. قلبنا كده وخلوه لون جميل زي الفل كده. هنفرش فرشه كده في الصاله ونقعد نخلي البساط احمدي بقى كده ونديها واحنا قاعدين. ما حدش فيه حل الوقفه دي. اللهم صل على النبي بقى كده اهو. خدنا الرز كده وفرشنا فرشه وقعدنا. هنبدا بقى نلف المحشي الجميل بتاعنا. اللهم صل على النبي حبايبي كده. يا رب كلكم كده جماعه تكونوا بخير. المحشي جميل. يلا كده الشطار واعملوا. الشتاء بقى دي عايز المحشي على طول باستمرار كده. اعملي حتى كل اسبوع مره محشي. المحشي سهل. الناس اللي بتقعد تقول ده احنا ما نسلق في يوم ونعمل في يوم مش عارفه ايه ونعمل ايه. حط دماغك كده في الحاجه هتلاقيها بتخلص معاك بسرعه. لما تسلقوا كرنباي انت طبعا كله مش هيعمل الكميه ديت. احنا اللهم صل على النبي عالي. فانت لو عملت نص كيلو رز او كيلو الا ربع رز هيظبط معاك الدنيا. كرنبايه صغيره كده اسلقيه. ابداي كده بالتقليه زي ما والبصلايه والطماطم كده وانت واقفه وانت بتسلقوا فيه. هتقطعها برده وانت واقفه على الحوض. هتلاقي الدنيا ماشيه معاك كده سهله ومية مية. اللهم صل على النبي اهو بكل سهوله اهو. حبه المحشي في حبه الرز كده في الورقه. خلي فيها حبه فاضيين من هنا ومن هنا. ابداي لف الايه المحشي بتاعك. اللهم صل على النبي كده. كتر عمايلك فيه هيخليكي شاطره فيه. يعني ما تستبعديش الحاجه. يعني انا نسمع ان في ناس بيقولوا والله احنا عمرنا ما عملناه. طب ليه؟ هو مش صعب للدرجات دي. يعني المحشي مش صعب للدرجات. الناس بيقول لك ده احنا نغيب 3 ساعات نحشي ويجي يتاكل في دقيقتين. طب ايه يعني؟ بس تغيير. تبقى انت مغيره كده وعامله حاجه حلوه.
مش لازم على كل يوم هو الرز، لا غيري كده وشكلي. اعملي مره صينيه مكرونه، اعملي مره رز، اعملي قرصتين بخميري. اللهم صل على النبي. العيش القمح بلاش، العيش القمح صعب شويه. اعملي اللهم صل على النبي كده رقاق. ظبطي كده وشكلي. الشتا بحب الاكل وبحب الدفء، فظبطي كده وابدا اعملي اكل جميل كده. الحاجه اللي تشوفيها جربي واعمليها. جربي في ربع الكميه اللي انت بتشوفيها. يعني لو في حاجه بتنعمل بكيلو اعملي انت في ربع كيلو. الاسر دلوقتي كلها هتلاقي كل واحده وان كان هي وجوزها وان كان معاها عيل صغير او كده. فابداي كده حبيبتي جربي. لو في ربع كيلو رز اعمليه. خدي كده الكميات نصصيها او ربعيها واعملي فيها. هتلاقي الدنيا كده سهله معاكي والحاجه ماشيه معاكي كده زي الفل. شايفين بقى المحشي بتاعنا؟ احنا بناخد رصه بالطول ورصه بالعرض. ناخد رصه في الحله بالطول ورصه بالعرض كده. بيبقى سهل معاكي وانت بتفضيه من الحله. ينزل معاكي كده بسرعه. كان زمان بقى اهالينا ربنا يا رب كده يحفظهم جميعا، اللي عايش واللي ميت منهم الله يرحمه، كانت حله المحشي ده عندهم كانت بتبقى قد دي مرتين. كانوا بيعملوا حوالي الناس. كانت عيله بقى زمان، كانت الناس زمان كلها مع بعضها. تلاقي الاخ واخواته يبقوا 5 6 اخوات كده بعيالهم بحارمهم. كنت تلاقي كده اللمه والعيله والحاجات اللي هي الجميله بتاعت زمان واهل زمان. كانت الحله اللي زي دي ما تعملش حاجه. كانوا يعملوا الحله كبيره تاخد لها حوالي 2 كيلو رز او 3 كيلو رز محشي. يعملوها حله كبيره كده وتلاقوهم جايين بقى على اخر النهار كده. كان بيبقى عشاء بقى، ما كانش بيبقى غدا زي دلوقتي كده الناس بتعمل غدا. اللهم صل على النبي. كانوا يجيبوا الطبق الكبير اللي هو بتاع العشاء الكبير خالص دي اللي بنطلع عليه الصواني، ويجوا قلبين الحله على الطبق الكبير ده عشان المحشي يبرد. كان بيبقى خلاص هو سوى المحشي دي ظابطينه على ميعاد الاكل. كان بعد المغرب كانت العيله كلها تتلم وتتعشى. الرجال على طبليه والحريم على طبليه. فكانوا يعملوا ايه بقى؟ كانوا يجيبوا الطبق الكبير ده عشان المحشي يبرد. كان بيبقى نازل بقى من على الكانون سخن اللهم صل على النبي عليه كده بيبخر. كانت تيجي الام من امهاتنا بقى الله يديهم الصحه يا رب، اللي عايشين واللي توفى الله يرحمهم ويسامحهم كده ويوسع عليهم. كانوا بيجوا قلبين بقى المحشي على على الطبق الكبير ده. يبداوا بقى يبردوه يبرد معاهم بسرعه. يجيبوا بقى اطباق صغيره بقى الاطفال الصغيرين يغرفوا لهم فيها. كانت الدنيا ماشيه كده وجميله وزي الفل، مش زي دلوقتي كده. دلوقتي الناس اكتر الناس بقت تعمل الاكل ده يبقى غدا. ما عادش في حد بيتعشى من الاكلات دي. بيبقوا عايزين اكلات خفيفه. اللهم صل على النبي بقى. اللي فاكر ايام زمان ديت يكتب لي كده في التعليقات. هنلف بقى المحشي بتاعنا اهوت على ما نكمل الحله كده. هي ديت اول دور معانا. هناخد رصه كده بالطول وناخد رصه معاها بالعرض. ده بسهل لك الجلبه وانت بتفضي من الحله. هنكمل بقى المحشي بتاعنا كله حبايبي عشان برضو ما نطولش عليكم الفيديو، ونبدا نكمل كده مع بعض. صلى على النبي. زي ما انتم شايفين خلصنا بقى حله المحشي معاني اهي. اللهم صل على النبي كده عليها جميله وزي الفل. شايفين المحشي بتاعنا وجماله. قعدنا نستلنا فيها كده كلمه من هنا على كلمه من هنا. كانت الحله اترصت وبقت جميله وزي الفل. خلاص البط برضو بتاعنا دخل على سوا خالص. استوى كمان اهو اتفتح اهو. هنبدا بقى نزود المحشي بتاعنا. المحشي ده ما يحلاش من غير شوربه البط. لازم تعملوا شويه شوربه كده 100 100. شايفين لون الشوربه؟ اللهم صل على النبي كده عليه. استنوا ما نجيب لكم شويه من اللي هي فيها الدسم دي. اللهم صل على النبي كده على شوربه البط. زبده كده زبده. ابداي بقى كده زودي المحشي. مولعين طبعا عليه النار. اللهم صل على النبي كده اللهم بارك. حاجه كده جميله. بسم الله الله اكبر كده اهو. هنزوده لحد الرصه الاخرانيه ديت. مش هنبقى مليها قوي. وده تزويد المحشي معانا. هنعلي عليه النار. اول ما يغلى معانا هنبدا نهدي عليه. ماشي. هنبدا نهدي عليه النار. اما تهدي عليه النار يستوي معاك براحته. يبقى كأنه مستوي كده على على البخار على نار هاديه، بحيث ان الشوربه ما تشربش منه. لو عليت النار الشوربه هتشرب معاك بسرعه. هتلاقي الورق مش مستوي ولا الرز مستوي. لكن اول ما يغلى كده تبداي تهدي النار بتاعتك. تلاقي حبايه الرز كده استوت على مهلها وبقت هز الحله كده عشان الشوربه تنزل تحت. لسه عايز كمان شويه. ساعة ما تهدي النار كده يستوي كده وتلاقي حبات الرز مستوية والورقة مستوية وكده تبقى الحاجة معاكي زي الفل. اسهل طريقة لتسوية المحشي هتزوديه اول النار ما تغلى. هتهدي عليه النار تخليه تحته كده زي السهراية وتسيبيه بقى يستوي كده مع نفسه. بعد ما تطفي النار سيبيه برضو حوالي دقيقة كده في الحلة منه فيه. خلاص. اللهم صل على النبي بقى كده اهو. شايفين كده كده 100 100 كده معانا اهو. يا دوب كده الصبع الاخراني يبقى عامل معاك. بصي اهو. هنغطي بقى عليه النار وهنعلي عليه شويه على ما يغلى. نبدا نهدي النار عليه. اللهم صل على النبي. بقى الطيور بتاعتنا استوت. هنبدا كده نطلعها عشان نحمرها.
تحمري كده وتخلي الاكل كله سخن معاك، البطه يبقى متحمر كده وسخن وجميل، والمحشي معانا برضه يبقى مستوي كده وسخن. تغرفي الاكل، الشتا عايز الحاجات الدافيه، تخلي الاكل كده وانت بتغرفيه يكون سخن، ما تسيبيش الحاجه تبرد وبعدين تعمليها. ظبطي نفسك في تعديلك على الاكل، جهزي المحشي بتاعك ولفيه وظبطيه، بس ما تزوديش غير على انك تبقى انت عارفه ميعاده، انت عارفه سوى المحشي بياخد قد ايه معاك على النار، تبقى عارفه انك خلاص هتغرفيه على الغرفان على طول. البط برضه انا هنسيبه شويه اهوت، مش هندخله الفرن على طول، بحيث اما نطلعه من الفرن يكون اتحمر برضه معايا وبقى 100 100. خلاص يبقى كده معانا المحشي اهوت والفراخ. هنبدا بقى نسوي البط بتاعنا كده، نحمره بس ياخد ايه حوالي ربع ساعه كده عن المحشي يبدا يشتغل معانا ويغلي، تبقى غرفه الاكل بتاعك كله سخن وجميل وزي الفل. صلى على النبي بقى كده، حمرنا الفراخ بتاعتنا والبط خليناهم كده زي الفل. هنغرف المحشي بقى بطريقه زمان، فاكرين طريقه زمان زي ما قلت لكم كده في لف المحشي كنا زمان، بس كنا بنجيب بقى الطبق الطبق اللي قد كده، والحله كانت بتبقى قد كده مرتين. كنا بنعمل ازاي بقى، الله يرحمهم بقى جميعا يا رب، كانوا يمسكوا الحله بقى يعملوها ازاي كده وكده، وساعات كانوا يشيلوها يحطوها على راسهم هنا، هنعملها لكم في اخر الفيديو، ويبداوا بقى ايه. اللهم صل على النبي. شايفين المحشي بتاعنا هناك، اللهم صل على النبي كده، شايفين الدخنه والحاجه الجميله دي، الله اكبر كده اهو. وضح السوق يا جماعه. طلعنا البكه بتاعنا بالجمال والحلاوه والفراخ متحمره كده وجميله وزي الفل، اللهم صل على النبي كده. تعالى جربي كده يا راويه يا بنتي، جربي عشان ما نقولش. شايفين كده الجمال وشايفين الحلاوه معانا، شايفين الحاجه مستويه كده معانا وجميله وزي الفل، اللهم صل على النبي كده عليه. المحشي بتاعنا كده بقى الله اكبر عليه، سخن ومش عارفه ناكله ازاي، بس اللهم صل على النبي كده. احلى حاجه في المحشي بقى اكله هو سخن كده. ثبت على النبي بقى شويه شوربه يستاهلوا بالكوب، الله اكبر، اللهم صل على النبي كده على الجمال، اللهم صل على النبي. حاجه كده جميله، عليهم عسله ليمونه، ويبقى الاكل كده معاك 100 100. شوربه ومحشي وبط وفراخ وحاجه كده ايه فاخ. يلا الشتاء اهو، دفوا نفسكم كده، عايزاكم تطلعوا من الشتاء ده كل واحده زي لها 10 15 كيلو. ايه